الاستفسار الجديد كيف مرت أجواء هذا اللقاء هذا الخاص بالمرأة على مستوى الجهوي؟ بشرى أكنوز رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال الخنيفرة. اليوم نظمنا واحد اللقاء جهوي سادس في إطار اللقاءات اللي كتنظمها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية على مستوى جميع جهات المملكة. هذا الحضور تميز يعني هذا اللقاء تميز بالحضور ديال الرئيسه ديال الفيدراليه الوطنيه للمراه التجمعيه مدام امينه بن خضره، سيد وزير الفلاحه والصيد البحري والمياه والغابات والتنميه القرويه، مع يعني مناضلات ومناضلي جهه بني ملال الخنيفره. اللقاء يعني داز في ظروف جد مميزه بحكم انه كان يعني تفاعل كبير مع ما بين يعني المؤطرين ديال اللقاء وما بين حتى الحضور من النساء ديال الجهه، والحمد لله يعني كان نقاش مثمر اللي من خلاله طرقنا لمشاكل ديال المراه القرويه يعني الواقع ديالها وشنا هي السبل باش اننا نعززوا ونقويوا المشاركه ديالها في التنميه المحليه والجهويه. إذا أول حاجة بما أن الجهة عندنا يعني عندها واحد الطابع فلاحي وسياحي وعندها مؤهلات طبيعية مهمة، فغادي يعني نحاولوا نخدموا النساء في القطاع التعاوني اللي غادي يعني يمكنهم باش انهم يخلقوا واحد الانشطه مدره للدخل وانشطه اللي كتخلق فرص الشغل في العالم القروي. كذلك غادي نحاولوا يعني نكثروا من التكاوين ومن الدورات يعني التاطيريه للنساء باش انهم نحفزوهم حتى باش يولجوا للمجال السياسي، باش انهم يدخلوا يعني في غمار السياسه ويدخلوا في تدبير الشأن المحلي على مستوى ديال الجماعات القرويه. والحمد لله زعما كاين اقبال كبير من عند النساء. راه شفتوا الحضور يعني كانت ازيد من 250 امراه اللي حضرت هذا اللقاء، كلهم عندهم هدف واحد هو انهم ينخرطوا في التنميه يفيدوا بلادهم ويعاونوا الجهه ديالهم.